طابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإريترية. نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج بمزارع جنوب غرب إقليم القاشبركة تحرز تقدما ملحوظا. أعضاء مجلس إقليم شمال البحر الأحمر يعقدون اجتماعات بشأن قرارات المجلس مع سكان قنداع. ارتفاع مشاركة الفتيات في مرحلة الإعدادي والثانوي بمديرية ملقي. قصف يوقع أضرارا جسيمة في تل أبيب الكبرى ودوي انفجارات بطهران. عشرات القتلى في هجوم لمتمردين في الكونغو الديمقراطية. قوات الصواريخ النووية في روسيا تجري تدريبات. إلى التفاصيل. أفيد بأن الجهود التي تبذل في مزارع جنوب إقليم القاشبركة تلبية لاحتياجات الأسواق المحلية من خلال زيادة الإنتاج كما ونوعا تحرز نتائج جيدة. وأوضح المدير التنفيذي لمزارع جنوب الغربي في مؤسسة الغلال والمواشي السيد حليز قهبتاي أن مناطق قرست وفانكو صومو وفانكو راوي وعلي قدر وألو وعد عمر وتسني وكاتاي وسنبل هي مناطق ملائمة لزراعة الخضروات والفواكه والحبوب والمحاصيل عن طريق الري وأمطار الخريف، مشيرا إلى أن المساحة المزروعة وأنواع المحاصيل تتزايد بفضل الخبرة المكتسبة. وأضاف السيد حليز أن لديهم أشجار مانجو و36,000 شجرة برتقال والليمون والقروب و6,500 رأس من الأقنام و1,200 رأس من الماشية وعدد وافر من الإبل والماعز، مشيرا إلى أن المنتجات تباع وتوزع بأسعار معقولة للمدارس الداخلية والضوابط الصحة في وزارة الدفاع ومركز تدريب قوات الدفاع وغيرها من المؤسسات. وفي الختام أكد على استمرار الجهود المبذولة لزيادة مساحة الأراضي المزروعة لتعزيز الإنتاج، منوها إلى ضرورة تسريع الجهود المبذولة لتوفير إمدادات الطاقة. وقال المدير التنفيذي لمشروع قرسة الزراعية السيد أمينة فاميكيل من جانبه أن زراعة الخضروات والفواكه وتربية الماشية والزراعة المطرية تسجل تطورا مضطردا، مذكرا بإيجاد حل سريع لمشكلة الطاقة لأنها تؤثر سلبا على الهدف المراد تحقيقه، والسكان بضرورة الاستفادة من المناسبة من فرص العمل المتاحة لهم. عقد أعضاء مجلس إقليم شمال البحر الأحمر اجتماعات مع سكان 17 إدارة ضاحية تابعة لمديرية قندة حول القرارات التي اتخذها المجلس في دورته 21. وركزت الاجتماعات التي عقدت في الفترة من 20 من مارس إلى 1 من أبريل على الخدمات الاجتماعية والمنافع المجتمعية وتعزيز عملية التعليم والتعلم وبرامج التنمية المنفذة بمبادرة ومشاركة المجتمع. وبعد تقديم شرح مفصل عن الممارسات الضارة وعواقبها، أكد أعضاء المجلس على ضرورة أن يراقب أولياء الأمور بجدية مشاركة الإناث في التعليم وأن يشجعوها، والعام من المنسق لزيادة مشاركة الأمهات في برامج تعليم الكبار. وقال المدير التنفيذي لإدارة مديرية قنداع السيد حيش قبر سلاسة إن العمل الجاري لحل مشكلة الطاقة الشمسية في إدارات ضواحي ماي حبار والعتين ونفاسيت، مذكرا المجتمع بالمشاركة الفاعلة في جميع برامج التنمية بوعي. وقدم المشاركون آراء عند محور حول ضرورة معالجة نقص الأدوية في المرافق الصحية وإيجاد حل لمسألة الطاقة المنزلية البديلة حيث تقع مديرية قنداع داخل المحمية الوطنية وتوسيع فرص العمل. سجلت مشاركة الفتيات في مرحلتي الإعدادي والثانوي بمديرية ملقي ارتفاعا ملحوظا خلال العام الدراسي الأخير، وفق ما أفاد به مسؤول خدمات التعليم في المديرية الأستاذ إبراهيم يعقوب. وأوضح أن مشاركة الفتيات في مرحلتي التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي كانت جيدة في السابق، إلا أن المشاركة في المرحلتين الإعدادية والثانوية كانت تشهد تراجعا، مشيرا لأن الندوة التي عقدت العام الماضي وما تم اتخاذه من قرارات ساهم في تحسين الوضع، حيث ارتفعت نسبة مشاركة الفتيات في المرحلة الإعدادية بنحو 25%، فيما سجلت في المرحلة الثانوية زيادة تجاوزت 100% مقارنة بالعام الماضي. وأضاف أن مستوى الكفاءة والتنافسية لدى الطالبات يشهد بدوره تحسنا مستمرا،
مبينا أنه في الامتحان الوطني للصف الثامن للعام الدراسي 2024-2025 شارك 317 طالبة، نجحت منهن 287 طالبة. وفي ختام حديثه شدد الأستاذ إبراهيم على أهمية تطبيق اللوائح الداخلية التي تم اعتمادها بالتعاون مع المجتمع المحلي لما لها من دور تعزيز مشاركة الفتيات في التعليم، داعيا إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تخفيف مشكلة اكتظاظ الفصول الدراسية وتحسين المرافق التعليمية. من جهتها أشار مشرف الأنشطة التعليمية الأستاذ محرتاب حلقو إلى أن التحسن المسجل يعد مؤشرا مشجعا، لكنه يتطلب مواصلة الجهود، مؤكدا ضرورة العمل على إزالة بعض الممارسات الاجتماعية المتخلفة التي تعيق تعلم الفتيات، مع تعزيز دور وجهاء المجتمع والجهات المؤثرة في دعم تعليمهن. عقد مدير مديرية أفعبة السيد أحمد محمد نور رجب اجتماعا مع سكان في قمشوة لمناقشة سير العمل في مشروع توفير مياه الشرب النظيفة في المنطقة وسبل تسريع إنجازه. وأوضح المدير مديرية أفعبة أن العمل في المشروع قد شهد تقدما ملحوظا، حيث تم حفر البئر ومد الأنابيب اللازمة، مشيرا لأن المرحلة المتبقية تتمثل في إنشاء خزان المياه ونقاط التوزيع، داعيا السكان إلى تعزيز مشاركتهم وتنظيم جهودهم للمساهمة في استكمال الأعمال المتبقية في أسرع وقت ممكن. من جانبهم أعرب المشاركون في الاجتماع عن استعدادهم للمساهمة بفعالية في تنفيذ مشروع المياه وغيره من برامج التنمية في المنطقة، مؤكدين أهمية التعاون بين الإدارة المحلية والسكان لضمان نجاح المشروع. وفي سياق متصل عقد مدير مديرية أفعبة اجتماعا مماثلا مع سكان إدارة ضاحية تناول قضايا ضاحية كبكب تناول قضايا مجتمعية في ضاحية كبكب تنموية مماثلة وسبل تعزيز المشاركة المجتمعية. شهدت مدينة طيعب ومديرية أرعتة تنظيم أسبوع ثقافي ورياضي لمدارس المديرية وذلك بمشاركة واسعة من الطلاب. وأوضح مسؤول شؤون المدارس في المديرية الأستاذ إدريس إبراهيم أن الفعالية شهدت مشاركة طلاب 20 مدرسة ابتدائية و7 مدارس إعدادية ومدرسة ثانوية واحدة، حيث نظمت الأنشطة في شكل مسابقات متنوعة. وشملت الفعاليات منافسات كرة القدم ومسابقات المعلومات العامة والعروض الثقافية التقليدية، إلى جانب أنشطة تعليمية ورياضية أخرى هادفة إلى تنمية قدرات الطلاب ومهاراتهم المختلفة. وأشار الأستاذ إدريس إلى أن الأنشطة الرياضية والثقافية التي تنظم إلى جانب التعليم الأكاديمي تساعد الطلاب على اكتشاف مواهبهم وتنمية ميولهم، كما تساهم في تعزيز القيم الوطنية لديهم. وفي ختام الفعالية أكد أن على المدارس تعد الأساس في تطوير الحركة الرياضية، داعيا لتعزيز تنظيم مثل هذه الأسابيع الثقافية والرياضية بما يساهم في رفع مستوى قدرات الطلاب وتنمية مواهبهم. أفاد مسؤول المؤسسة الصحية في مديرية حقات الممرض قبر مثقل قبر هيوت بتحقيق تطور كبير في ضمان سلامة الأمومة والطفولة وتغطية التطعيم في المديرية. وأوضح أن تغطية خدمات الولادة ارتفعت بنسبة 45% في العام 2025، وأن 1481 حالة ولادة تمت بمساعدة متخصصين، وأن تغطية تطعيم الأطفال بلغت 100%، وأن حالات الإصابة بمرض الملاريا انخفضت، مضيفا أن الانخراط في النظافة البيئية التي يقودها المجتمع قد ارتفعت إلى 95%. وأضاف أن تغطية التطعيم ضد الكاراز والتيتانوس من بين النساء ارتفعت بنسبة 64%، وأن عدد الأمهات اللائي يأتين برفقة أزواجهن لإجراء التحليل قد ارتفع بنسبة 72%، وإن عمل المشجع تم إنجازه في مجالات مكافحة الأمراض غير المعدية. وأشار المورد قبر مثقل إلى أنه تم حل مشكلة المعدات والبنى التحتية وغيرها جزئيا، شاكرا الشعب على مساهمتهم تنسيق طاقاتهم ومواردهم المالية. ويوجد في مديرية حقات 7 مرافق صحية بما في ذلك مستشفى أهلي ومركزين صحيين. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. في اليوم 35 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، استهدفت صواريخ إيرانية وسط إسرائيل، مما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار في أكثر من 9 مواقع بتل أبيب الكبرى. ودوت صافرات الإنذار في مناطق وسط إسرائيل إثر رصد هجوم صاروخي إيراني، وفي جليل الأعلى إثر رصد صواريخ من لبنان.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مراكز استقرار القوات والشركات الصناعية العسكرية في تل أبيب وإيلات. وفي المقابل سمع دوي انفجارين في شرق طهران ووسطها، كما أفاد بتحليق طائرات حربية في سماء العاصمة الإيرانية وتفعيل الدفاعات الجوية الشرقي المدينة. وفي السياق نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصادر مطلع على أن تقييمات استخباراتية أمريكية أن نحو نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية لا يزال سليما، كما لا تزال إيران تمتلك آلاف الطائرات المسيرة الانتحارية. وفي لبنان نشن حزب الله هجوما بالصواريخ وقصف جنودا إسرائيليين في مستوطنتين المالكية وديشون. قتل ما لا يقل عن 43 شخصا على أيدي متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة المرتبطين بتنظيم داعش في شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أعلنت القوات المسلحة الكونغولية وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقال المتحدث باسم الجيش في قطاع إيتوري أن الحصيلة تفيد بمقتل 43 من المواطنين إثر هجوم وقع في بلدة بوفاكي الواقعة في هذه المقاطعة. وداهم مسلحون يعتقد أنهم من متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة عدة قرى، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإحراق المنازل والمركبات والدراجات النارية. وقالت مصر محليا من المجتمع المدني أن عدد القتلى قد يرتفع أكثر. ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الصواريخ الاستراتيجية أجرت تدريبات في سيبيريا تضمنت تحركات مموهة لصواريخ يارس البلاستية العابرة للقارات والقادرة على حمل الرؤوس النووية. وقالت الوزارة أن الطواقم تدربت على مجموعة من الأنشطة بما في ذلك استخدام التمويه والإخفاء لحجب تحركات الصواريخ التي تنطلق من الأرض في الميدان. وتدربوا أيضا على تصدي الهجمات المعادية افتراضية ومواجهة أسلحة الهجوم الجوي. ولم تعلن الوزارة عن أي عمليات إطلاق صواريخ. وتجري روسيا تدريبات منتظمة لقواتها النووية الاستراتيجية لاختبار جاهزيتها القتالية وإرسال إشارات تحذيرية في وقت يشهد توترا بسبب الأزمة في أوكرانيا. أدت عاصفة ضربت اليونان على مدى 3 أيام إلى وفاة الرجل الذي عثر عليه محاصرا تحت سيارته في منطقة نيماكاري في الواقعة قرب أثينا. وأدت العاصفة المصحوبة برياح عاتية وفيضانات إلى تعطل في وسائل النقل. وأفادت فرق الإطفاء بأنها تلقت نحو 500 نداء طارئ في منطقة سيناء الكبرى، بينها أكثر من 30 طلب إنقاذ. من جهتها أصدرت السلطات تحذيرات طارئة وأغلقت المدارس في مناطق شرق سيناء وجزر دواكينز وساكديس وكريت، فيما أدى فيضان في جزيرة بروس إلى انهيار جسر. وكانت هيئة الإرصاد الجوية الحكومية توقعت استمرار الطقس القاسي مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية وربما تساقط برد في بعض المناطق. عناوين النشرة مرة أخرى. الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج في مزارع جنوب غرب إقليم القاش بركة تحرز تقدما جيدا. أعضاء مجلس إقليم شمال البحر الأحمر يعقدون اجتماعات بشأن قرارات المجلس مع سكان جنداع. ارتفاع مشاركة الفتيات في مرحلتي الإعدادي والثانوي بمديرية ملقي. قصف يوقع أضرار جسيمة في تل أبيب الكبرى ودوي انفجارات بطهران. عشرات القتلى في هجوم المتمردين في كونغو الديمقراطية. قوات الصواريخ النووية في روسيا تجري تدريبات. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.